استهدف الجيش السعودي خلال الساعات الماضية مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات. وقالت ميليشيا الحوثي في بيان اطلع عليه المشهد اليمني إن الجيش السعودي شن قصفا مدفعيا على مواقعها في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. وفي بيان عسكري آخر، اتهمت ميليشيا الحوثي الانقلابي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والحكومة اليمنية بارتكاب 94 خرقا للهدنة خلال الساعات الماضية في محافظة الحديدة غربي اليمن. فيما زعمت الميليشيات الحوثية أن من بين الخروقات تحليق طائرة تجسسية وقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة على مواقع للميليشيات في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.